وصاحب راديو صوت الجيل. احنا برحب حضراتكم، برحب الدكتوره سماح سلامه، ونتفرج على الموضوع النهارده. موضوع المؤتمر رائع جدا واكثر من رائع كمان. انا بس حبيت اقول صورتين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم طبيب نفسي في العالم كله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم طبيب نفسي في العالم كله. هنقول بس صورتين النبي صلى الله عليه وسلم عملهم. السيده اسماء، السيده فاطمه رضي الله عنها، لما السيده عائشه بتقول لها ابوك تزوجني بكرا وتزوج امك شيبا، زعلت السيده فاطمه جدا وغضبت، راحت النبي عليه الصلاه والسلام تشتكي له وهي بتبكي. النبي عليه الصلاه والسلام بابتسامه جميله عارف الموضوع والمشكله يا احسن طبيب نفسي، قال لها اذهبي اليها وقولي لها ان اباك تزوج امك السيده خديجه وهو بكرا، وتزوجك انت يا عائشه وهو سيده. تخيلوا شوفوا الموقف عالجوا ازاي؟ عالجوا بابتسامه ولطافه وحكمه عليه. برضك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الثاني مع سيدنا عمر. سيدنا عمر راح صايد وغلب على النبي صلى الله عليه وسلم وراح زعلان جدا ومعاه السيده حفصه، يقول له يا رسول الله لقد عرضت حفصه بعد انتهاء عدتها، عرضتها على ابو بكر فاعتذر، وعرضتها على عثمان فاعتذر، وعرضتها على علي فاعتذر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الا ترضى ان تتزوجها وهو افضل منهم؟ قال من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انا يا عمر. تخيلوا ديت، شوفوا الكلام الجميل، شوفوا الطب بقى النبوي اعظم طبيب نفسي فعلا في العالم. فصلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنه ونعيما. الله يجزي من يشاء مرة عشر وابقى في الجنان مقيما. صلى الله عليه وسلم. في النهايه نشكر الدكتوره سماح سلامه على اختيار موضوع المؤتمر وعلى حسن الاداره للمؤتمر. شكرا جزيلا لحضرتك.